السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ حبيت اوريكم ازاي بنقضي يوم العيد في البرازيل، وبتبقى ازاي الاجواء، لان في ناس بتسأل هل العيد بيبقى زي في الدول العربية؟ بتقضوا العيد ازاي؟ الاطفال بتلعب ازاي؟ بتتبسطوا ازاي؟ بتصلوا فين؟ يا جماعة، كل الدول فيها مساجد وفيها مسلمين الحمد لله. واحنا كده كنا ماشيين من المدينة اللي احنا فيها رايحين مدينة جنبنا، اسمها مدينة سانتوس في ولاية ساو باولو. دي فيها جامع كبير، ده أقرب جامع لينا يعني. نص ساعة بالسيارة بنوصل. تمام. هنا احنا كنا في الطريق، لسه داخلين. ده مدخل المدينة بتاعت سانتوس. الكوبري اللي ماشيين عليه ده كوبري معمول من أيام البرتغال، كوبري قديم جدا بس حلو جدا ولذيذ وشكله حلو خالص. الطريق كله الصراحة كان جميل. صلاة العيد عندنا كانت الساعة 8، بس اتأخرت شوية، بقت 8:15 أو 8:30 علشان خاطر الشيخ استنى. الناس كانوا جايين اتصلوا بيه عشان يبقى على الأقل كل المسلمين اللي موجودين حواليه يتجمعوا في المسجد. ده الطريق من أول المدينة. حبيت أصور لكم شكله. هنا كنا وصلنا الجامع، معرفش أصور وأنا داخلة علشان الولاد كنت شايلاهم. دخلنا الجامع لقيناهم بيكبروا فوق هنا مصلى السيدات اللي أنا واقفة بصور فيه، وتحت كده زي ما انتوا شايفين مصلى الرجالة. مش باين قوي العدد، يعني هتحسوا عدد قليل بس مسلمين برضو، تكبيرات وعيد يعني. اتبسطنا الصراحة والأولاد اتبسطوا خالص. وكانوا قاعدين يلعبوا مع أولاد تانيين. لقينا عرب كتير، في جنسيات، آه، لبنانيين وسوريين ويمنيين ومصريين. بعد ما خلصنا صلاة نزلنا في قاعة تحت في الجامع، عبارة عن 3 أدوار. دي القاعة اللي تحت بتبقى الاحتفالات، حاجات تبع الجامع. طبعا كانوا عاملين احتفال جميل جدا، والصراحة اللي بسطني ان هما كانوا باسطين الاطفال قوي يعني. كانوا عاملين للاطفال حاجات حلوة كتير. كانوا مخلين لهم مكان كده كأنهم بيشتروا منه غزل بنات وفشار. طبعا كل الكلام ده مجاني. وجابوا لهم ناس برازيليين عملوا باتمان وسندريلا دي، او مش فاكرة اسمها ايه. الاولاد طبعا عارفينها. طبعا رحت انا اصور معاهم بقى يعني، الناس تصور وانا لا. اتصورت معاهم. هما طول الوقت كانوا بيلعبوا مع الاولاد الصراحة. ده الشيخ بتاع الجامع اللي صلى بينا. ده شيخ ازهري مصري. ده المكان بتاع غزل البنات والفشار اللي بيدوه. بس دي برازيلية برضو اللي قاعدة دي. بيدوا الأولاد يروحوا كأنهم بيشتروا كده، بس كل ده مجانا طبعا، مفيش أي حاجة بفلوس. بتتغدى وبتشرب حاجات ساقعة، والأولاد بتاخد شوكولاتات وبسكوتات وبيستو. آه، طبعا الموضوع حلو لأننا مع بعض يعني. ده ديكور كانوا عاملينه علشان اللي عاوز يتصور يعني. الصراحة ما قصروا خالص. الديكور ده عشان سليمان ابني كان بياكل غزل البنات، ودي آسيا تاكل غزل البنات برضو. وعملوا